فاز من حياته إنجاز. فعلا اللي يريد يلقى الله عز وجل وكأنه عاش 10,000 سنة ليس سنة واحدة، فعليه أن يكون في حياته إنجاز. لو أمسكت واحدا وقلت له قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة بالجنة بس، أو أرسلتها أو كتبتها في مسجد، كتبتها في جامعة، كتبتها في مدخل العمارة، كتبتها في مدخل الشركة، كتبتها في أي مكان، من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة بالجنة، أنت سيحاسبك الله أو سيثيبك ويكافئك الله أنك قلتها في حياتك ربما 10,000 مرة، لكن أيضا فلان قالها 10,000 وكان لك مثل أجره، أصبحت قد قلتها 20,000 مرة. وفلان أيضا قالها 10,000، إذن أصبحت قلتها 30,000 مرة، وفلان قالها أيضا، والرابع والخامس، فتلقى الله تعالى وربما أنك عشت 100 سنة قلتها 10,000، لكنه حسبت لك هذه 100 سنة كأنها 10,000 سنة، لأنك أخذت أجر كأجر 100 عامل ولا 200 عامل قد عملوا مثل عملك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لو جئت إلى شخص وقلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، وقال لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، حافظ على الوتر، الوتر أقله ركعة واحدة فقط، لو صليت العشاء وصليت فقط ركعة قل هو الله أحد وركوع وسجودين وتشهد وسلام، خلاص تكتب عند الله تلك الليلة من قوام الليل. ثم بدأ يصليها هذا والثاني يصليها، كلما صلاها مصل منهم فإن لك مثل أجره إلى يوم القيامة.